السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة اليوم بتاعنا هيكون روتين في الشقة، بما فيه بقى اليوم بتاعنا وكده. فالنهاردة يعني جبت حد يساعدني شوية. طبعا الزرعة دي انتوا عارفينها، اللي ياسمين كانت جايبها لي في عيد ميلادي، فقلت بقى ايه، بدل ما هي مركونة كده في الركن ده، لا اظبطها بقى واحطها ايه على المكان بتاعها يعني. بصراحة الفترة اللي فاتت دي انا ما كنتش قادرة اعمل حاجة، ولا قادرة حتى ان انا ارتب ورصها، مع انها بسيطة بس كنت مشغولة في حاجات تانية يعني. المهم بقى النهاردة فايه البنت اللي جت عشان تساعدني، قلت اعمل شوية حاجات، وهي برضو ايه تعمل شوية حاجات، يعني مش كله عليها ومش كله عليا. خلصت كده دي، قلت بقى اشوف لها مكان مناسب. يعني المكان اللي هي فيه ده، اولا اللي داخل واللي خارج من الطرقة بتخبط في وشه، عشان هي عالية جدا. طبعا دي بلاستيك، انا كنت فاكرة ان هي مش ان هي زي الخشب او كده، لا طلعت اللي هي البلاستيك. بحاول بس ان انا افرد العروش بتاعتها كده، ولا الاغصان، ولا الفروع بتاعتها، عشان تبقى منفوشة شوية يعني. هي كده كده اصلا ده زرع صناعي يا جماعة، مش زرع طبيعي، بس شكل الزرع الطبيعي يعني. فهو ده المكان اللي كانت محطوطة فيه مؤقتا. قلبنا بقى الدنيا هنا عشان خاطر نروق الصالة ونفرشها ونمسحها. الشقة عندي مش متبهدلة ولا حاجة، بس متطربة. عارفين يعني ايه مثلا كل شويه يخش لها تراب وبهدله وكده، فهي متطربه. حتى لما سحبنا الجزء بتاع الركنه ما كانش في تحتي حاجه. دي انا هعملها، هنضفها انا، كلها تراب. هنضفها بالملمع بتاع الاخشاب ده. بحس ان هو زمان كده كنت بعمل خلطه، يعني بعمل بيها البيبان الخشب بتاعه الاوض. كنت بعمل ايه، كنت بحط زيت على خل وبعملهم على قطنه وبلمع بيهم الباب. بصراحه كان بيفضل قاعد فتره طويله قوي، يعني بيلمع وحلو قوي. فبحس ان دي نفس الخلطة يعني. المهم هلمع بس كده التراب اللي موجود. لازم الاول يتشال التراب، وبعد كده بقى ايه بنعمل اللي هو الملمع ده. انا جربته قبل كده، بس ده بتاع الاخشاب اللي هي لونها غامق، فانا جربته على الحتت الرفيعة اللي موجودة في الدولاب بتاع ملكونة ده، كان حلو بصراحة. جبت بقى كده فوطة، هو قايل فوطة قطيفة نرش عليها، وبعد كده ايه ننضف. طبعا الفوطة دي من الفوط اللي انا لسه جايباها جديد، فقلت ابدا بيها عشان ما تبقاش بقى ايه يعني فيها اي حاجة مكان الاكل يعني، بمعنى اصح. قلت بقى لمع بقى الدنيا كده، ولمع البتاع كلها واظبطها عشان خاطر ما تبقاش فيها حاجة. طبعا الارض في الاول شلت السجاد بتاعها واتكنست عشان خاطر مكنس، وبعد كده ارجع ايه اقوم بعد ما لمع دي تتطرب تاني. عايزة بس لما اجرب ده اشوف هتلم تراب، يعني الزيت اكيد هيلم تراب، فعايزة اعرف بس هتلم تراب ولا هتبقى كويسة زي البليدج مثلا او الكلام ده. مش مشكلة. المهم بقى ايه، هرجع كده كل حاجة مكانها، وهمسك برضو الكام تحفة الصغننين دول احطهم مكانهم. انا مش حابة ان انا يعني احط حاجات كتير، بس ملهمش مكان هنا يعني. هنا محميين بصراحة. لما كانوا برا كان كل اللي رايح واللي جاي من العيال كان يمسكهم، لكن هنا بصوا شكلهم حلو وهادي كده ورايق وحلو تمام التمام. الارض بس ايه يا دوب بصوا يعني هتتلمع بقى تلميعة كده سريعة وخلاص. بصوا الشباك ده كله تراب بسبب المنور، يعني اللي فوق ده تراب. هعمل بس ايه الشباك اتعمل، وبعد كده نعمل المروحة دي مسكتها بقى، عملت فيها حطيتها في البانيو، وفتحت عليها المية بالخرطوم لحد ما كل اللي فيها ده نزل. كان فيها كمية تراب. عايزه اقول لكم يا جماعه ان لو المروحه عليها تراب، اولا مش هتهوي كويس، هتجيب لكم هوا ضعيف جدا بسبب ان عليها تراب. التراب بيكون مغطيها بمعنى اصح. فلو عندكم مروحه قوموا كده حطوها مثلا لو عندكم بانيو حطوها في البانيو، واغسلوها بالفرشه، اغسلوها بالسفنجه، اغسلوها باي حاجه، بالليفه، باي حاجه. طبعا ربط المروحه مش صعب يعني. انا بفك البتاع اللي هي الاخيره دي وبربطها بالبتاع البيضه الصغيره، والريشه بدخلها في الاخر، بيكون لها ظابطه كده، بدخلها للاخر يعني، وبرضه بربطها بدي. يبقى احنا كده ربطنا الجزئين اللي هما ورا بعض، ناقص بقى الوش. طبعا بمسك اللي هو الاطار البلاستيك ده، بيكون لي حجم معين، انا بوسع الحجم ده شويه لحد ما ايه ما تدخل في الغطا يعني بتاع الوش وبتاع الظهر، وبعد كده بقوم عاملاه على طول بالمفك. يعني انا كده كنت موسعاه عشان ادخل دي برضو في قلبي. ده بيكون من جوه كده يعني موسعينه مرتين، مره للوش ومره للظهر. فلما بيتقفل بالمسمار بيبدأ يحبك او يربط على الوش بتاع المروحة.
بس هو بيبقى الوش بتاعه كده يعني. زمان كان بيبقى فيه في الجناب وفي كل التدويره دي حاجه كده معدن بتتقفل عليه، يعني بتمسك الاتنين مع بعض. دلوقتي تقريبا كل المراوح بقت فيها الاطار البلاستيك ده. خلصت المروحه وعايزه اقول لكم ان ما شاء الله اول ما شغلتها الهوا طالع منها احسن من الاول مليون مره، وكمان بقى شديد وهوا ساقع مش سخن وكده يعني. بصوا ادي الصاله كده زي ما انتم شايفين. طبعا لسه الارض بقى هتتمسح وتتفرش، الترابيزه اتغسلت واتظبطت الحمد لله بقت زي الفل. انا شايفه ان دي مش حلوه هنا بتاعت اللي هي الزرع دي، فانا هشيلها من هنا خالص. لان بصوا اللي قاعد مش هيتفرج، يعني اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون مش هيشوف الشاشه كويس خالص بسبب ان هي عاليه. ففكرت ان انا احط دي تحتها واحطها في الجزء اللي هو جنب الركن على طول. بعد ما حطيتها يعني انا لقيت ان هي شكلها يعني بصوا مكانها هنا هي حلوه وكل حاجه بس عاليه جدا، يعني هنا محتاجه شجره اصغر شويه، فانا هجيب لها شجره هنا اصغر شويه. هنا بقى لما حطيت الفرش ده وحطيت عليه الزرع حسيت ان مكانه ماشي كده حلو وكل حاجه، بس من غير الفرش بتاع الارض. فانا جربت ووريتكم عشان خاطر محدش يقول لي بصي حطي وحطي كده. هنا بقى رحت حاطه البوف الصغير وعليه المصليه ومسند، علشان بقى لو حد من الكبار قعد، لو حد من الصغيرين قعد. عندي شويه حاجات في المطبخ برضه هخش اعملها دلوقتي. بصوا الدنيا بقت زي الفل والشباك بقى نضيف، والحته اللي من فوق دي طبعا الحته اللي من فوق دي بتكون كلها تراب والله، هي مش حاجه يعني. وكده خلصت وتمام التمام. لسه فاضل بقى الجزء بتاع المطبخ، كان في شويه مواعين كده البنت غسلتهم، فقلت ارتبهم واحطهم مكانهم، والباقي هغسله انا. يعني كان في برضو حاجات لسه ما اتفضتش والتلاجة كانت هتتغسل، فانا بقى قلت بالمره ارص دول مكانهم، وبعد كده ابدا اغسل شويه الحاجات اللي كانت لسه ما اتغسلتش. يعني حله الشوربه مسكتها فضيتها عشان خاطر ماما كان فيها شويه صغيرين قوي فضيتهم وهغسلها. وطبعا الجزء بتاع التلاجة ده كان فيه شويه حاجات برضو هغسلها كده، يعني حاجات بسيطه مش حاجات كتيره يعني. انا عايزه انزل، بيقولوا الايام دي في سنتر شاهين بورسلين بيتباع بالكيلو، بورسلين اللي هو الطباق البورسلين وكده. فانا مش عارفه انزل اشتري بورسلين ولا اطلع من اللي عندي. بس بصراحه انا مش عايزه يعني مش عايزه اطباق مزركشه ومرسومه وكده. انا عندي تحت السرير اللهم صل على النبي عندي طقم الاركوبال اللي لونه موف، اكيد انتوا عارفين عشان طلعت منه كذا حاجه. وعندي طقم اللي هو البايركس اللي هو المفروض اللي لونه رمادي. زمان كانت العروسة بتجيب طقم بايركس اللي هو لونه عسلي او لونه ازرق او اللون اللي هو الفيراني او الرمادي. لما ماما جابت لي انا اللون الرمادي، وجابت لي صدفة اللون اللي هو العسلي ده. فانا مش عارفة اطلع ده ولا اجيب لي احسن حاجة طقم بورسلين واخلي دول زي ما هما. فانا لما انزل بس الاول سنتر شاهين اشوف الحاجات اللي موجودة هناك، لو لقيت حاجات حلوة هوريها لكم واصورها لكم وهشارككم، يعني خليكم تشاركوني الاختيار يعني. لو عجبتني حاجه بقى وجبتها هوريها لكم على طول. بس خلصت بقى كده الحاجات اللي في المطبخ ورتبت كده كل حاجه مكانها. يعني انا معلش لو كنت ما بصورش وانا بعمل، لان انا زي ما انتم شايفين الجزء اللي بطلع بيه بلبس الخمار ده كان حد من المتابعين راجع من بلده اللي هو الفلسطيني يعني وكده، فكان جايب لنا الخمار ده. انا مش عارفه الخمار ده اصلا بيلبسوه الفلسطينيين بس ولا كذا دولة تانية، بس بصراحة عجبني جدا. اللي هو بيبقى شامل بقى الايد، يعني مثلا لو رفعت ايدي ما بيترفعش الخمار وهدومي تبان اللي تحت، لا بالعكس حلو جدا. ومعاه الجيبة دي طبعا لو مثلا في حد او كده او للصلاة هتلاقي انه مناسب قوي. بصراحة انا بلبسه، وساعات ملك او ندى لما بيجوا ينزلوا عند ماما بيلبسوه بيكون حلو جدا. هرص بقى كده كل حاجة مكانها. وعايزه اقول لكم ان معرفش ليه لما بلاقي السكاكين منعكشه بحس ان في حاجه غريبه او في حاجه غلط. ما بحبش الاقي السكاكين مثلا محطوط سكينه صغيره وبعدها سكينه كبيره وبعدها سكينه معرفش، ما بحبش كده، بحب ان هم يكونوا متنظمين. طبعا السفنج بتاع المواعين او الليفه لقيت ان اللي هي بتاعه الحوض بقت شكلها مش حلو يعني، فقلت لا خلاص بقى اشيل دي واستعمل بقى واحده جديده. فهشيل بتاعه الحوض ارميها، وبتاعه الكوبايات والمواعين وكده هخليها للحوض زي ما بعمل كل مره. تمام كده بقى. مسكت الحله، طبعا الحله ما فيهاش اي حاجه خالص. الستانلس ده نوعه يا جماعه عبود، هي الشركه اسمها كده، وحلو جدا يعني. بصراحه انا ساعات بطبخ فيه وساعات بسلق فيه، بس الاحسن ان انا اعمل فيه حاجات زي شوربه، زي حاجات زي كده، ملوخيه مثلا، لان ممكن يشيط او يتحرق.
لكن انا بالنسبه لي حلو جدا. فهشطفه بقى كده كويس قوي. ومش عندي شغل كتير يعني، عايزه اقول لكم ان انا عملت شويه حاجات والله ما صورتها حتى. بس حابه بس ان انا اشارككم اليوم واشارككم اللي انا عملته مش اكتر. لو انتوا حابين برضو النوعيه دي من الفيديوهات، ان انا مثلا لو مش هنضف قدامكم، بس اوريكم الشقه كانت ازاي وبقت ازاي وعملت معاها ايه زي ما عملت في الفيديو ده كده، قولولي. لان انا في اوقات كتير قوي ببقى عايزه يعني اوريكم الشقه بقت عامله ازاي وكده من غير ما اصور، بس بقول لا بلاش، ملهاش لازمه. ظبطت كده كل حاجه. طبعا انا بحط الليفه بتاعه الحوض واقفه، والليفه التانية بحطها في الحته اللي هي الكبيره. همسح بقى كده حوالين بتاعه المواعين، وبعد كده بقى اخرج اشوف ايه اللي هعمله تاني. لان لسه هرص كان في كده شنطه عندي فيها زيت وسكر وحاجات جايه من التموين يعني، فهرصها بقى مكانها. بس في الاول بقى كده امسك دي اغسلها. طبعا دي اللي كنت بعمل بيها الخشب، فالبتاع اللي فيها ده عامل زي الزيت، فحابه ان انا اغسله كويس قوي بالصابون يعني، عشان خاطر ما تبقاش بس فيها زيوت اجي بعد كده امسح بيها بص الاقيها زيتت لي الدنيا. لا، فالاحسن ان انا امسكها كده اغسلها كويس واسيبها بقى تتصفى براحتها. هحطها كده على اليد بتاعه الفرن واسيبها براحتها كده. بما اني بقى خلصت من المطبخ قلت بقى طب ما انا ارص بالمره الحاجه. انا حاطه جنب التلاجة الجزء ده، بحط بقى فيه مثلا شويه رز، بحط المكرونه، بحط السكر، الزيت، الخل، الحاجات اللي هي زي دي. اولا ما بيبقاش باين، ثانيا الركن ده اصلا لو انا ما حطيتش فيه حاجه كل اللي معاه حاجه ممكن يزقها فيه، فلا خليني احط ده احسن بيبقى كويس. حطيت كده ازازتين الزيت، هما كانوا ازازتين زيت وكيسين سكر وكام كيس مكرونه. هحطهم بقى هنا بالمره. ولما اعوز حاجه بصراحه انا بحب المكرونه التحمير جدا، بحس ان هي حلوه مش دمها تقيل يعني. لما تتعمل في كشري بتبقى حلوه، لما تتعمل مسلوقه وعليها صلصه يعني بتبقى جميله، لما تتعمل محمره بتبقى زي الفل. بحس ان هي مكرونه كده ماشيه مع كل حاجه. ما حبيتش احط السكر جنب الزيت علشان خاطر ما يكرفش ويبقى مش حلو يعني. حطيت الكيس اللي هو بتاع الرز، حطيت بقى السكر اهو زي ما انتم شايفين. وكده انا رصيت كل حاجه. هرجعهم وهشوف بقى الاوضه بتاعت البنات بقت عامله ازاي، لان هي لسه فيها شويه حاجات كده هتتعمل ان شاء الله. الاوضه زي ما قلت لكم والشقه عامه مش متبهدله، بس محتاجه بس ان هي تتنضف وتتمسح عشان خاطر فيها شويه تراب. بصوا حطينا كل حاجه على السرير. دول الغسيل اللي عندي، انا ما عنديش غير شويه الغسيل دول، هغسلهم برضو كلهم دلوقتي. بس اهم حاجه بس ان انا عايزه انجز بسرعه قبل النور ما يقطع. احنا النور عندنا بيقطع من 5 ل6. الاوضه اهي زي ما انتم شايفين. بصوا طبعا الجزء ده انا هدخل دي دلوقتي فيه الحاجات اللي فوق التلاجة بره هحطها فوق الفريزر هنا. فرشت بقى الطقمين الغامقين دول، وكده الاوضه بقت زي الفل وتمام التمام. بعد ما حطيت الجزء يعني بتاع الحلل والعجان وكده فوق الفريزر، لقيت ان شكله مش مظبوط. هبقى اظبطه بقى كده في يوم تاني. بس النهارده كده خلصنا يعني من الاوضه. وادي اوضتي اهي زي ما انتم شايفين زي الفل. ما كانش فيها حاجه غير انها بس تتمسح وخلاص. هي زي ما هي ما فيهاش اي ترتيب خالص. وشويه الغسيل دول هلمهم دلوقتي واطبقهم مكانهم. انا بالنسبه لي كده تنظيف الشقه خلص. هسيبكم بقى مع شويه حاجات انا بعملهم انا والبنات. وبصوا في فكره هقول لكم عليها ان شاء الله المره الجايه للفلتر للتكييف يعني. هنعمل بقى شويه فنكوش. وبالنسبه لي كده الفيديو خلص، ويا رب يكون عجبكم. اهو ده حسيت لساني. بص بقى واحد تاني كده. لا لسه بجد. بابا بتقول لي يا خالتي سعاد دي عشان قعدت كتير في البتاع. دي لسه شويه. بس بس استني صدفة بس هتبقى حجمها كبير. ايوه لما تبقى اللون الاصفر دي خلاص كفايه عليها. لا شويه. بقول لك ده هم يبقى نحط يلا. بصوا بقى بس كفايه عليهم كده دول. ايوه كفايه عليهم كده اهو. بحط كفايه علينا. يعني انتوا كفايه عليكم انتوا الاثنين دول، واحده ليكي واحده للافا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. استني بقى يا لافا بقى يا لافا. اللي بينزل بص هيعمل دلوقتي. بصي حاسبك عشان هيطرطش ماشي اهو. مفيش هيبقى دبلان. شيليه بقى. لسه لو اتنفخ. ما تقربي. انت خايفه تقربي ليه؟ انت تقولي هيطرقع. بقولك هيطرطش. ماشي هيطرطش. حاساه بقى دبلان.
بصوا والله جامد. ده اسمه الفنكوش. ده فنكوش. اسمه ايه يا لبا ده؟ فنكوش. في حرنكش. حرنكش. مش بحب حرنكش ده. حرنكش ايه؟ ده انا اللي بحب الحرنكش، كنت باكله البطريق. ها؟ طريق ايه وحرنكش ايه؟ مش فاهمه حاجه. ممكن اعمل حاجة؟ لا خليك زي ما انت. خليك. ايه ده؟ دي خبيه واحده في ايدك وانا وطيت النار. اوه اتنفخت. نفخت يا سعاد. برضو ما شاء الله. ممكن اعمل انا حاجة؟ اكلتها انا يا سعاد. برضو ما تقدرش يعملوا كلهم مرة واحدة عشان بيبقوا كتير قوي في الطاسة. لا مش كتير، هم سعاد لازم في واحده يتمشوا. وقعت هنا. ماشي هشيلها. صباعية. بصي دي. او ماي جاد. دي محروقه خالص، انا دي علقها. محروقه. لا اللي انت حطيتها المدوره دي، ماشي دي اللي انا اخدها. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي عشان دي متحمره. خلاص بقى يلا بقى اسكتي. بصوا اوه ماي جاد. طبعا في هنا بقى التوابل بتاعته. ايوه حطيها. هنحط شويه. توابل ايه؟ حتى على الشيبسي ولا توابل الأطعمة. بصوا اه حط على كل الاطعمه. بس نشيل بقى دول وخلاص كده. بس